محمد كيفك حبيبي؟ الشرف إلي، الله يخليك. تفضل محمد. شكرا. فورا عرفت انه المسامح كريم. طبعا عارفه البرنامج؟ طبعا عارفه. الله يخليك. قديش لك بمصر خي محمد؟ حوالي سنة. بس جيت من فرنسا مباشرة ولا رحت على سوريا بالاول؟ لا، جيت مباشرة لهون. مباشرة. كنت عايش بفرنسا؟ أنا عايش بفرنسا وعايش في إنجلترا وعايش بالسويد. بأوروبا يعني. أي، وكيف أمورك حبيبي؟ طمني. الحمد لله، هلا أحسن. شو بتشتغل حضرتك؟ مهندس ديكور. مهندس ديكور. واشتغلت بالخارج؟ طبعا اشتغلت. بتعرف بالبداية في صعوبات. نعم. بعدين حسب ما تأقلم الواحد بالجو. نعم. مشي الحال بعدين. ما عم بتروح على الشام؟ لا أبدا. فترة طويلة. لك فترة طويلة يمكن. يعني شيء 17 سنة. 17 سنة. ايه، يا اهلا وسهلا فيك. كيف وضعك العائلي؟ عندك اولاد؟ عندي بنت. عندك بنت؟ شو عمرها ما شاء الله؟ هلا عمرها صار 19 سنة. 19. اها. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بتعرف انت المسامح كريم بيكون في شخص طلب مني انه ادعو شخص اخر. طبعا. بتكون انت يعني بيكون بده يشوف شخص بيعز عليه. فبيتوسط معنا، نحن بنكون الواسطة، وان شاء الله تكون واسطة خير. ان شاء الله. ان شاء الله. بدك تعرف مين دعاك؟ لحد الان ما بعرف. بس بدك تعرف؟ طبعا. حابب تعرف؟ لازم اعرف. لازم تعرف. تفضل طلع بهالشاشة. ما عرفتها. ست النقبي بتعرفها؟ عرفتها طبعا. مين هي؟ هي طليقتي، اجتني هون وقت جيت مصر. اجت على مصر بعد ما انت جيت. زوجتك كانت قبلي، كانت بعدي ما بعرف. بس المهم اجت مشان موضوع بنتها. يعني محاولة تعمل صلح وكذا. ايوه صحيح. يعني ضاقت بها السبل. قال بركي برنامج المسامح كريم بيقدر يكون هيك بادرة خير. بركي انا فيني مون عليك مثلا. والله على عيني وراسي انت والجميع كل الحاضرين، بس بفضل تسمع جزء من قصتي وبعدين بتقرر بقدر سامح انا ولا لا. تفضل. انا سمعت روايتها وعرفتها، بس بحب اسمع الرواية منك. ماشي. يعني بحكي لك اياها بموجز، هي طويله. نعم. لا بموجز حبيبي. نعم. من بدايه ما تزوجت انا، زواج تقليدي، خطبه وكذا عادي. اكيد. فتم الزواج. تعرف زواج تقليدي بيبقى ما في خلطه وعشره وفتره خطبه طويله وكذا، ما في يعني بتعرفها من الداخل او كذا او كيف تفكر. فتره حوالي 6 شهور كذا كانت يعني عاديه. بعد ال6 شهور بلشت بقى تبين امور ماديه، طمع وكذا. طمع مادي. ايه. متطلبه المدام. اعطيها كل شيء من غير سؤال، حتى تنزل صديقي عنده صاغه تشتري الذهب إلى ولا إما كمان ما عندي مشكله. كان عندي الله الحمد لله ساتر معي وموجود، تشتري ما الا اي شيء. صارت بعد فتره تطلب مبالغ كبيره كذا، وحتى صارت تاخذ من البيت يعني من غير ما تقول لي. كمان ما في مشكله بين الرجل والمراه، شغله الماده عادي. صارت تطلع من البيت مرة عمتها مرة خالتها كذا، وما أعرف وين أنا. هي مثلية بجمالها كانت؟ كثير. اي. وكانت غير هيك كمان، هلا هي شوي. العمر طبعا سماني شوي وكذا. اوكي. فكل الشغلات الأمور المادية كنت بطلع عليها أنا. بس هي بداخليتها من أساس الزواج كانت حاططها زواج لمصلحة مادية بس مو أكثر. أنا هي الناحية كنت ماني مكتشفة فيها يعني. نعم. فصارت تروح مثلا تغيب عند عمتها وعند خالتها وكذا، وانا بشغلي ارجع ملاقيها بالبيت. احيانا تنام عند قرايبينا من غير ما تستشيرني. نعم. يعني شغلات صغيره تراكمت ودت لمشاكل. انا انفصلت عنها. الفتره اللي انفصلت عنها كان في بنت حامل. نعم. فولدت البنت، اعطتني اياها كان عمرها 7 ساعات و7 ايام. 7 ساعات؟ يعني فور شيء انه ولدت البنت اعطتك اياها. ليه؟ برأيك ليه؟ هي كان بخيلتها يعني انه تضغط علي او شيء، ممكن مشان رجع، ممكن هيك قالوا لي الناس. انا والعائله اجتمعوا، عائلتها وعائلتي عملوا صلح، رجعوا مع كل شيء صار. رجعت راجعتها. بالفتره اللي رجعتها اياها كمان صار حمل، بعد 6 شهور 7 شهور صار حمل ببنت ثانيه.
رجعت لقصتها الاولانيه واكثر. حتى بالاخير انا كنت هيك عندي شويه مصاري بشتغل بسفارات وكذا وهي بالخليج. فعندي $800,000 بالبيت حاططهم بالخزنه. مفتاح الخزنه مع $800,000. $800,000؟ دولار وي حاططهم عندي بالبيت. فاخذتهم ومشيت وما عرفت وين. قمت انا وكلت محامي وطلقتها غيابي. عرفت كيف؟ فالفتره هي اللي صار فيها الطلاق وكذا، صارت بدها تعطيني الاولاد تخلص منهم، لانه وقت رحت اخذتهم معهم. ما قدرت اتركهم بالبيت لوحدهم. فشو عملت؟ صارت تصور لي الاولاد، تبعت لي صورهم وعيهم مخزقه وكذا وعم تشحد عليهم. صورتهم وبعثت لي صور. وبعدين مني على اثرها انا كرهت البلد ونساء البلد كلها تبع سوريا. حملت حالي وطلعت سافرت على السويد. عشت هنيك فتره وعملت شغل وعملت مطعم لبيميسيري، وبعدين نزلت على فرنسا، غيرت البلد ونزلت على فرنسا وعشت فيها. بالفتره اللي عشت فيها بتعرف واحد معه طفله صغيره. بس اخذت الطفله معك؟ ايه الطفله بس البنت الثانيه وينها؟ ما هي القصه اللي الكل ممكن ما يسامحوها، مو بس انا عليها. طفله صغيره بالفتره اللي اخذتها حطيتها عندي انا. حتى اهلي اللي هن اهلي حاولوا يضغطوا علي مشان رجعها على اساس انه صلح وكذا. فحطيتها عند مربيه انا. المربيه صارت تعمل معامله مو منيحه، اجى لاقيهم نصرين الاولاد وعم ياكلوا من الارض وكذا. غيرتها، طلعت ثانيه على اسوء. حطيتها عند وحده ثالثه كمان غيرتها. اخر فتره هلا عم تحكي انت عن ليلى؟ عن ليلى وبنت اسمها ياسمين ثانيه. ياسمين، وين ياسمين هلا؟ ما جايك بالحديث عنها، هي القصه كيف صارت. ايه. فبعدين شفت اختي انا عرفت بالموضوع وكذا، تاثرت وبكيت قالت لي جيبهم بدي احطها مع اولادي. حطيتها فتره مع اولادها للبنتين، للكبيره والصغيره. بعدين الناس هيك كلموا اهلي وكذا، والدتي جابتهم حطتهم عندها. فبالفتره اللي جابتهم حطتهم كانت فتره صغيره حوالي شهرين ثلاثه، بالشهرين هدول البنت الصغيره نايمه ما فيها شيء، صار عندها نقص بالترويه بالدماغ. نعم. فصار عندها مثل كوما، القلب شغال والجسم كله ميت. كوما حرام. بالضبط. اخذتها على المشفى انا وحطيتها بالمشفى بالعنايه المشدده. بقيت فتره حوالي 6 ساعات وتوفت البنت. كان عمرها سنه ونص. سنه ونص فهون وقت اللي توفت بتعرف يقولوا انه لازم امها تيجي تشوفها وكذا واخر نظره راح اخي الكبير بده يشوفها، يعني لا تعي شوفي بنتك وكذا. تخيل ما حابه تيجي تشوف بنتها حتى. بالاخير خجل من الناس، اجت بدها تشوف بنتها. تخيل. تزوجت ولا بعد؟ ما بعرف، لانه انا بعد هي الفتره ما قطعت علاقتي فيها نهائيا، لا تليفون ولا اي شيء. فاجت فاتت على البيت، تعرف في عزا ولسه البنت عم بيرسلوها يعني. فاتت نظرة على بنتها ما باستها ولا طلع، عملت هيك بس طلعت هيك، كانت البنت الثانية قدامها. قالت ان شاء الله بتموت البنت الثانية وبتلحقها، هي بشر هي. يعني كيف بدك تتخيل انا قدر سامحك انساني؟ نعم. لا هي ناحية، هي ناحية. الناحية الثانية انا العذاب اللي تعذبته بترباية بنتي بالغربة لوحدي ما حدا تعذبه، انا اللي عشته. بتعرف الرجل الشرقي بيبقى خصوصي بالدول الأوروبية. لما أخذتها معك على السويد قديش كان عمرها؟ كانت حوالي شي 2 سنين عمرها. 2 سنين بعد طفلة يعني؟ أقل، حتى 1 و8 شهور كان عمرها. نعم. فتعذبت كثير، وبتعرف نحن الشرقيين لا بنعرف نطبخ ولا نغسل ولا كذا. اضطريت كمان حتى عند مربيات وكذا، وهي لفترة. يعني عملت لها أم وأب. بالضبط. بعدين وقفت شغلي كذا مشان بنتي. نعم. قعدت معها فترة، وبتعرف الواحد بيصرف على نفسه وكذا، ما بيقدر يقعد من غير شغل. صرت احيانا اخذها معي على الشغل وقت تكون ما عندها مدرسه او الحضانه. تعرف الطفل يوم مريض، يوم بده دواء، بدك تغير له، بدك تغسل له، بدك تكوي له، على الرجل مو شيء سهل. فتعلمت الامور كلها، مثل ما بتقول عملت اتحاد نسائي. تعلمت الطبخ والغسيل والكوي كرمال طفلتي. يا ابو ليلى، وتزوجت شيء انت بهالفتره؟ لا ما تزوجت. وصارت هالصدمه هي منعتني من الزواج. كرست وقتك لبنتك، لتربيه بنتك. طبعا. طيب يا سيدي، فهمنا قصتك هلا، لانه ما بدنا نطول اكثر من هيك. وصرنا حكينا يعني في جانب ما كنا نعرفه خبرتنا عنه انت. بقى هيدي الست اجت، نحن طبعا مثل كل هالناس اللي بيطلبوا انه يجوا على المسامح كريم ويحاولوا يحلوا مشكلتهم. عندها مشكله انه مش عم بتشوف بنتها. بعثت لك مكتوب، بس بقرا لك اياه بالاول لتشوف شو بدها، بعدين بنخليها تحكي
وبعدين انت بتقرر يعني، مش خلص ما لسه عمرها 18 سنه طبعا. و... على وهي فكرة تزوجت، ما بعرف اذا معك خبر، هي تزوجت بغيبتك يعني، سمعت شيء تزوجت ما واحد بعرف. وعندها منه ولد، عندها منه صبي مهم. عمره 10 سنين هلا، ورجع طلقها. مهم. على كل حال بتقول لك ابو ابنتي محمد، اعرف انك لا ترغب في رؤيتي ومعك حق، لكن بحق الحب الذي كان بيننا اسالك ان تمنحني فرصه. كنت مهووسه بنفسي وظلمتك، وان كنت في الحقيقه قد ظلمت نفسي قبل ان اظلمك. تخليت عن زوج تتمناه كل امراه، وتخليت عن ابنتي ومشيت خلف طمعي وجمالي، لكن الدنيا بعدك أعطتني درسا لا ينسى. أعترف أن خطأي كان فادحا، لكن لا يوجد خطأ في الدنيا لا يمكن إصلاحه، وإن كنت حرمت نفسي من ليلى فلا تخطئ أنت وتحرمها من أمها اليوم. أنا أعترف بذنبي الكبير أمام الناس جميعا. هي قدام الناس عم تعترف بذنبها، وأرجوك أن ترحمني من عذاب الضمير، هيك قالت لي، وأن تكون أكرم مني وتسامحني، والمسامح كريم. يعني هي ما بدها شيء منك، مش إنه بدها ترجع، بس هي بدها إياك تسامحها، ولأنه تخليها ترجع تشوف بنتها، لأنه البنت صار عمرها 20 سنة، هي شايفتها لما كان عمرها 3 شهور، يعني إذا شافتها ما بتعرفها، عرفان ما هالشيء. بتعرفها. خلينا هلأ سمعتك أنا، خليها هي تحكي. يا بس عفوا مها اذا بتريد تفضل. قبل هيك، هذا مو بس رايي، انا بنتي صارت كبيره وواعيه، نعم وصارت حتى ام، تجوزت وعندها ولد جوزت كمان. إيه نعم قالت لي. عرفتي؟ فهي نفسها رافضه هي الفكره، مو بس انا. سيدي هي بتبدا معك، هي طلبتك انت الاب انه اذا حبيت تسامحها، بعدين بتشوف يعني ممكن تحكي انت مع البنت بعدين، بس مها خليها تحكي. تفضل يا ست مها، علي صوتك بس شوي. كيفك يا محمد؟ من الله بخير. بخير، علي صوتك. أنا بعتذر قدام العالم كلها، وأنا غلطت بحقك وغلطت بحقي، بس أنت بتعرف إنه كانت شخصيتي قدام والدتي كتير ضعيفة، وهي اللي كانت مسيطرة علي أكثر ما أنا سيطر على نفسي. وأنا ما بدي شيء منك، لا إنه أرجع ولا شيء، أنا اللي بيهمني بس شوف البنت وتسامحني، بس مشان ارتاح من عذاب الضمير بس. هلا انا بقول لك شو الوضع، الست لقت حالها وحدها، وشافت حالها انه في عندها بنت صبيه ما بتعرفها، وانت ماسك هالبنت عنها ما عم تخليها تشوفها. فهل انه قلبك كبير بيسمح انه تخليها اول شيء تسامحها، ثاني شيء تريحها من عذاب الضمير، وثالث شيء ترجع تشوف بنتها؟ ما راح نقول لك ترجعوا لبعض، لانه مرق العمر، يعني ما بعرف انت شو هذا شيء وضعك. مستحيل هذا. مستحيل. اوكي. والشغله الثانيه، هذا القرار انسان اللي عاش اللي انا عشته، يعني شبه مستحيل انه يسامح بشغله. انا كل يوم قضيته بالغربه، تربايه بنتي بعمرها كله لها. نعم. بعمرها كله. نعم. انا رجل، بنتي وقت تمرض انا ببكي عليها، للان بنتي اذا بتمرض ببكي عليها رجل. كيف مرض؟ تولد بنت بتكبها هيك. فانا سامحها ما بقدر. بنتي على فكره مجرد جيب لها سيرتها بيجيها جريزه، يعني بتيجي بتسلط بالارض. بنتي تكرهها كره لا يوصف، انا ما كرهتها فيها والله، شاهد علي. بس هي عرفت لوحده بس كبرت عرفت انه شلون انا وجاني ولد ما بقدر اقعد يوم بلا ابني. كيف امي كبتني؟ فريد قالت لي فريد انت سيء بابا. كيف هي تربيك ترميني انا طفله هيك، وبتكون سبب هي بموت اختي، وما بتجي بتشوفها بتقول هالكلام عني. وهذا الكلام انا ما قلت لها اياه على فكره. نزلت زياره على سوريا، عماتها وكذا حكوا لها خبروها. انا ما حكيت لها شيء عن امها ابدا، لا منيحه ولا شو القصه وكيف تطلع ولا جبت لها سيره شيء. فانا بالنسبه لي اعذرني ما بقدر اسامح. ما زلنا بهالاستوديو محمد هون، فينا نتصل بليلى؟ فينا ناخذها مباشره تسمع شوي من جزء من الحوار؟ انا اعطيها حريتها كامله لبنتي. فينا نحكيها مباشره؟ ما عندي اي مشكله، انا بعرف شو مشاعرها وهي حرة بهيك شغله. الو. الو السلام عليكم. السلام عليكم ليلى. اهلا استاذ جورج. ايه جورج ارداحي معي، كيفك؟ الحمد لله ماشي. شو اخبارك؟
تمام الحمد لله. كيف هالزغطور؟ كيف جوزك؟ كيف عائلتك؟ كله الحمد لله والله كله تمام. الوالد منيح؟ الحمد لله تمام. ايه، جيران انت وياه؟ نعم. جيران انت وياه؟ ايه جيران ايه. ايه. ليلى، انا باستوديو اسمه أيوة. المسامح، ببرنامج اسمه المسامح كريم، ونحن باستوديو حاليا. احذري مين في معنا. ايوه. معنا الوالد من جهه ومعنا الوالده من جهه ثانيه، الست مها. ايوه. بقى عم نحكي الوالده اجت لحتى تطلب السماح من الوالد بعد كل هالسنوات، بعد 18 سنه بقى، وبتقول هي حرام انه مشتاقه بدها تشوف بنتها. الوالد ابوك محمد قال انا مش بايدي، هذا القرار بيرجع لليلى. بقى يا ليلى، ايوه. المسألة بين ايديك، هل عندك استعداد تشوفيها لأمك؟ والله يا استاذ جورج، انا امي بالنسبه لي ماتت يعني، ومالي لا اشوفها ولا شو غيرها. ما مانك حابة تشوفيها يعني؟ لا انا ما بدي اشوفها يا استاذ جورج، لانه ابي اتعذب كثير بحياته مشاني، وهيك ضحى بحياته، وانا كان لازم يعني المفروض هي ما تتخلى عني. يعني حتى لو الرجال مثلا ما له منيح معه، الاولاد المفروض ما تتركون الام. لا ليلى اسمعيني ليلى، مش مطلوب حبيبتي تتخلي عن الوالد، بالعكس، يعني مطلوب انك تشفي غليل والدتك اللي ما بتعرفك، اللي مش شايفه صورتك بعد، اللي من كان عمرك 3 اشهر لما ما عادت شافتك. يعني اذا التقيتوا بالطريق ما بتعرفي. مو هي حرمتني شوفتها صحيح. ابي يتعذب بسببها. صحيح. ابي يتعذب بسببها. انا ما حشوفها، لانه ابي يتعذب حياته وضحى بحياته مشاني ورباني ولوحده. يعني الرجال صعب يعني بنت كمان. بس هو تارك لك ليكي، هو موجود هون، هو تارك لك كل الحريه انه خلي ليلى هي تقرر. انا ما عندي مانع، هو ما عنده مانع انه اذا حبيتي تشوفي امك ما عنده مانع. ايه، وانا ما عندي مانع اني ما اشوفها، لانه ما بدي اشوفها انا. انت ما بدك انا لانه ليك عمو ليك استاذ، لانه الوحده منا بنت محتاجه امها اكثر من ابوها. اكيد. اما ابي كان بالنسبه لي وابي، يعني ما تخلى عني، اعطاني الحنانين، حنان الاب وحنان الام. اما هي تخلت عني وتخلت عن، يعني الواحد لما يفتح الجوحات ولا ما بدنا. نعم. خلص انا ماتت بالنسبه لي يا استاذ. نعم. على كل حال يعني نحن حاولنا، لانه هيك حسينا انه بركي، لانه الوالد تركها الك المساله، قلنا نحن بركي انت بترجعي بتليني، وهذا حقك، نحن ما فينا نضغط عليكي، انا ما فيني اضغط عليكي. صحيح انك انحرمتي من الوالده 18 سنه او 20 سنه، بس هل بدك تضلك محرومه منها طول العمر؟ لانه بعدها صبيه، بعدها ما ختيرت، بعدها عندها سنوات كثير قدامها، ممكن ترجع تعوض يمكن عن الماضي. حتى لو صارت بالقبل ما بدي اشوفها، ما حاعطيها فرصه بس ان تشوف شو شكلش، لانه انا تأثر حياته، وانا كمان انجرحت بحياتي كثير واتضايق وكل شيء وقت هذا. خلص انا امي ماتت بالنسبه لي، وذات انا بخيالي وقت ما كنت صغيره امي ماتت. اجي هلا امي عايشه، يعني تفاجئت وقت قلت لي امك موجوده وامك هذا، تفاجئت انه يعني ما تورزيني ما يعني فكرنا بتكون مفاجاه يمكن ساره، بس ما كانت ساره. شو بدنا نعمل؟ حاولت انا من جهتي، حاولت. ما تواخذيني ليلى، بقول لك انا بتمنى لك كل التوفيق بحياتك. ديري بالك انت وجوزك، ديري بالك على جوزك وعلى ابنك وعلى ابوك. ان شاء الله اذا كان رجع قلبك حن، يعني امك موجوده في مصر، موجوده هون، فيك تلاقيها، فيك تحصليها وتشوفيها اذا حبيتي، فيك تخلي ابنك يشوفها او هي تشوف ابنك. ولا ابني، لا انا ولا ابني ولا حتى جوزي بدي يشوفها. خلص ليلى، الله يوفقك، انا بتشكرك، اعذرينا انه اقتحمنا
خصوصيتك ودخلنا واتصلنا فيكي. الى اللقاء على لا كل والله حال. عادي. شكرا لك ليلى. شكرا لك. شكرا لك استاذ. شكرا. يا ست مها، سمعتي الكلام؟ يعني طيب هي كانت شهرين طلعت على فرنسا، شلون أنا احمد بدي الله اللي أتصل سمعتي عليها؟ صوت، احمدي الله. والله ليكي سمعتي كل الكلام بس ما انتهى شيء. يعني مثل ما قلت لها انا، فيكم برا خارج استوديو ممكن يصير في تواصل، ممكن تقدري توصلي لحل معهم، تقدري تشوفي بنتك. انا عملت اللي علي، ما فيني اضغط اكثر من هيك، ما فيني اضغط اكثر من هيك. بدي اشكرك على دعوتك لنا، وسوري بتاسف لك. لذلك ترجعي مثل ما كنتي. الله معك. شكرا جزيلا. الله معك. محمد، يعني كان بودنا انه يصير في هيك تسامح، ويصير في ما بدي اقول انه محبه، ولكن كبر قلب هيك.